احلى وصفة ممكن نقدمها في اي عزومة. بصوا يا جماعة، الطبق ده من حلة كبيرة كلها رز باللحمة المفرومة والخضار. فعلا وصفة شيقة جدا يا جماعة. هنا المكسرات طبعا اختياري، مع الصوص الرهيب المميز قوي. هتبهروا ضيوفكم بجد، هينبهروا. وكل ده بتلت كيلو لحمة مفرومة، والله تلت كيلو، عاملة حلة كبيرة تكفي بتاع 15 فرد او اكتر كمان. الحلة دي كلها اتملت على الاخر، وبيبان انها غرقانة لحمة وتحفة جدا. في حلة هندخل بقى الوصفة على طول. في حلة حطينا معلقة زيت زيتون وقطعة زبدة قد اللي انتوا شايفينها دي، مش هنزود دهون، والرز مفلفل وكله بيبقى في منتهى الجمال. هنجيب بصلة وهنقطعها قطع كده، وهنبتدي نشوحها في الزيت والسمنة. تمام. البصلة هنا انا كنت رش عليها ملح وفلفل اسود علشان كنت مجهزاها قبلها، مش كنتش عايزاها تعمل ريحة. هنا 3-4 فصوص ثوم مهروسين، ونبتدي نحطهم على البصل. لما البصل يبتدي يصفر شوية هنقلب، ونسيب بقى البصل والثوم كمان يطلع النكهة المميزة بتاعته، اللي هي بتدي طبعا مذاق تحفة جدا. الوصفة دي يا جماعة سهلة وسريعة التحضير جدا لو اتزنقتوا في اي عزومة. هنا ده تلت كيلو لحمة مفرومة هيعمل لي العظمة اللي بقولكوا عليها دي كلها. بس اتبعوا الخطوات كويس قوي، وكل المقادير دي كلها هكتبها لكم في الاخر. هنوصل للحمة المفرومة للدرجة دي تكون شبه استوت خالص. بعد كده نتبلها بملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وكزبرة ناشفة. كل التوابل دي كلها منها معلقة صغيرة، والملح والفلفل الاسود حسب الرغبة، وما ننساش الكاري. بعد كده هناخد معلقتين كبار من اللحمة المفرومة، دول للتقديم، هوريكم هنقدمهم ازاي عشان نقدم في الاخر الطبق بشكل شيق. وهنا حطينا فلفل رومي كبيرة ومقطعة. هنا 200 جرام من البسلة مجمدة، دي مجمدة ممكن تحطوها فريش عادي مفيش مشكلة. وبنبتدي نقلب العظمة دي كلها مع بعضها، ونحط حبة مية، يعني حوالي كوباية لربع مية كده، علشان نسيب البسلة تستوي شوية عشان الرز ما يستويش أسرع من البسلة. تمام. التركات دي كلها يعني مهمة جدا يا جماعة عشان نوصل بالطبق للشكل النهائي اللي انتوا شفتوه التحفة المميز ده. وهنغطي الكلام ده دقايق، يعني ممكن 4-5 دقايق، خلاص بيكون الموضوع تمام اتظبط. وننزل بالرز منقوع ومغسول ومنقوع ومتصفي، يعني او مش منقوع، مغسول ومتصفي. تمام. بننزل بقى بالرز، دول حوالي من 5 ل6 كوبايات من الرز المصري. وبنقلب الكلام ده كله، بنديله كده تقليبه، وبنستمر في التقليب كده لمدة 2-3 دقايق. التقليب هنا بيخلي الرز مفلفل، يعني الرز بعد كده مش بيعجن، لما يستوي بيبقى مفلفل وشكله مميز جدا وكويس جدا. تمام. يعني التقليبتين دول بيفرقوا جدا في النتيجة النهائية. خلاص بنقعد كده نقلب لمدة 2-3 دقايق. ماشي. وبعد كده بنحط المية المغلية. عايزة اقول لكم ان المية بتختلف من نوع رز للنوع التاني، فعلشان كده احنا بنقول ان احنا بنحط بالمية بنغطي الرز بمقدار 1.5 سم. تمام. بس كده بنرجع طبعا لما حطيت المية وزودت الرز ببتدي لازم يعني اعيد تظبيط التوابل. ممكن اللي يحتاج ان احنا نزوده الملح والفلفل الاسود، فبظبط هنا الملح والفلفل الاسود تاني. وبعد كده بغطي وبسيب الرز يستوي، بسيب المية تنشف. اول ما المية تنشف بهدي النار. هنا زودت الملح والفلفل الاسود بس. ماشي. بعد ما المية بتنشف بقوم مهدية النار، واسيب بقى الرز مفتحش عليه، على الاقل 10 دقايق بيبتدي ان هو يستوي ويبقى زي الفل ومفلفل، طالما ظبطنا المية ومشينا على الخطوات بالظبط. هنا هنجيب حلة ونبتدي نعمل الصوص اللذيذ اللطيف اللي هو اللي شفته في اول الفيديو ده. بنجيب معلقة زبدة
ومعلقتين كبار من الدقيق بندوبهم فيها كده كأننا هنعمل بشاميل. هو قريب من البشاميل جدا، بس طبعا بيبقى مخفف. بنقلب كويس قوي. طبعا هنا ما بنضيفش لبن ولا حاجة. هنا بعد ما بنقلب بنبتدي نضيف يعني دقيقة كده ونبتدي نضيف الشوربة. هنا اي شوربة عندكم، اي مرقة موجودة عندكم بتضيفوها، او ممكن تضيفوا مية سخنة ومرقة، مكعب مرقة. بقلب كويس قوي بحيث ان انا ادوب الكلام ده، يعني مش عايزة اي كلكعة خالص في الدقيق. بصوا هنا انا لما وصلت للمرحلة دي لقيت برضو في اجزاء لسه متكلكعة، فضربتهم بعد كده بالهاند بلندر. سهل قوي، ما خدتش دقيقة. بنضربهم بالهاند بلندر وبنتبل الصوص ده بملح وفلفل اسود بس. تمام. بصوا انا هنا لاقيه حتت مكلكعه، فقمت ضربته بالهاند بلندر، وبعد ما ضربته ده بقى الشكل النهائي. بصوا مفيش اي تكتلات خالص. تمام. بصوا بقى يا جماعه الرز بقى مفلفل ولطيف ازاي، جميل جدا جدا يعني، والكميه كبيره ومليانه لحمه، تقول ان انتي مغرقاها باللحمه المفرومه. وزي ما قلت لكم بقى كميه من اللحمه المفرومه بنعملها. ده غير طريقه التقديم بقى اللي هي بنحط اللحمه المفرومه على الوش. بصوا بقى طريقه التقديم، جبنا المعلقتين هنا اللي احنا كنا شايلينهم على جنب وحطيناهم في البوله. ممكن البوله دي طبعا تبقى كبيره لو عندك ضيوف كتير. وبنحط هنا اي نوع من انواع المكسرات اختياري. وبعد كده ببتدي احط الرز واكبس كويس قوي علشان لما اقلبه على الطبق يبقى طبق التقديم يبقى متجانس ومتماسك. هنقلبه بقى يا جماعه. بصوا العظمه فعلا لطيفه جدا، وصفه فعلا كويسه قوي 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 قوي، مناسبه جدا للعزومات، ومش محتاجه محترفين ولا اي حاجه. حتى لو انت مبتدئه هتعملي الوصفه الجميله دي، وبجد لو شاطره وقفي اكل منها، يعني فعلا طعمها رهيب. لو انتوا عملتوه والله هتدعولي. فعلا جميل جدا، ووصفة مميزة وتشرف سفرتك من غير اي تعب ولا اي مجهود خالص، وكمان اقتصادية على فكرة. جربوا الوصفة دي يا جماعة، وان شاء الله تعجبكم وتبهروا ضيوفكم واسرتكم. وبون ابيتي، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.